بریم دست به خویانیا خو بکن دقیق ریز گرتن سرگیان فکروانم راوستن شهید نامرن دخویانیا مجلس مالبات شهیدا آکانتونا جزیره بدلین تجاه سر بلندایی به پیروزباهی شهادته او تجاه هرس لهمبری هواتیه مجلس مالبات شهیدا آکانتونا جزیره بتندی ایریش هوانه و نمروباهی یال مزرن شهیدان لطاقه شیخ مقصوده آج آلیه کومن چته ین بسر حکومت سوریه و شرمزار دکن ام تکز دکن کو به حرمتیا مزار لهنگان او دست سرکرنا جنازه شهیدان کیره که لدل نرخن مروباهی ادخه او توانک شره کو پیوسته مروباهی جه شرم بکه اف شهیدن کوکه بنداوک پولاد لدجی ترورن راوستیان ایرو روبروین هدف گرتنه که وها دبن کو کینا رش ایریش کرن او ترساوان آجگورن شهیدان اف جی نشان ده ام هشیاری ددن کو تو ایریش آنجی به حرمتی لهمبری جنازیان دست وان ده نین کرن و ام بانگ لحکومتین رخصن مروواهی حقوقی یناف دولتی او دولتین باندوردار دوزا سوریه ده دکن کو به دنگی خواه بشکینن و تولی دستوردان بکن دا کو پشتی لوان دا گو پیشی لوان بین پکرنان هوانه بکن او پیروزی شهادت بپارێزن لەورە دیرۆک تجاری لوان کەسان نەبهورە یەن کۆلهمبەری بنپێکردنا رومەتا فەداییên ئازادiyê بێدەنگمان شهيد نامرن بجي برخدانا شيخ مقصود. بيان صادر عن مجلس عوالي الشهداء في مقاطعة الجزيرة بقلوب يملؤها الفخر بقدسية الشهادة ويفيض منها الغضب حيال الهمجية. يدين مجلس عوالي الشهداء في الجزيرة بأشد العبارات الاعتداء السافر واللا إنساني الذي تعرض له مزار الشهداء في حي الشيخ مقصود على يد المجموعات الإرهابية التابعة للحكومة السورية، مؤكدين أن تدنيس مزار الأبطال واحتجاز جسامينهم هو طعنة في قلب القيم البشرية وجريمة حرب يندى لها جبين الإنسانية. إن هؤلاء الشهداء الذين كانوا سدا منيعا ضد الإرهاب يتعرضون اليوم لاستهداف ينم عن حقد أسود يخشى حتى رفاتهم. إننا إذ نحذر من مغبة التمثيل بالجسامين المحتجزة لديهم أو المساس بكرامتها، فإننا نناشد المنظمات الإنسانية والحقوق الدولية الفوري والحازم لوقف هذه الانتهاكات البربرية وضمان حماية حرمة الشهداء والمقدسات، فالتاريخ لن يغفر لمن وقف متفرجا أمام انتهاك كرامة من ضحوا بكل شيء لأجل الحرية. المجد للشهداء، عاشت مقاومة حي الشيخ مقصود الأشرفية.